أعزائي المشاهدين والمشاهدات، برحب بكم معايا اليوم في حلقة جديدة من حلقات حديث البلد. حديث البلد النهاردة مختلف جدا جدا جدا. الموضوع النهاردة مثير للغاية. هنتكلم النهاردة عن مشروع قومي لو تم تنفيذه هيخدمنا جميعا وهيخدم السياح، هيبقى مشروع تنشيطي للدولة. معايا ومعاكم ضيفنا العزيز الأستاذ علي عبد العزيز علي، الموظف بجامعة قناة السويس. برحب بحضرتك يا اهلا يا فندم. فندم، الله يخليك يا دكتور. أهلا بحضرتك. الله يخليك الله يخليك. حضرتك عندك فكرة مشروع كبير، وهنقول عليه مشروع قومي، مشروع خدمي، مشروع دولة. عايزين نوصل المشروع ده لأكبر حد موجود معانا في الدولة. يمكن عايزين نوصله كمان لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. المشروع بيتكلم عن القرية المصرية العالمية في الريف المصري، سحر وخيال الطبيعة. هنعرف دلوقتي من الأستاذ علي إيه موضوع المشروع ده. اتفضل يا أستاذ علي. اهلا وسهلا بحضراتكم. الموضوع ببساطه يا دكتوره ان انا عايز اعمل قريه من الريف المصري القديم. يعني ايه قريه الريف المصري؟ يعني انا عايز اعمل مثلا اللهم صل على رسول الله، عايز اعمل متحف اذكر فيه كل المراحل الري القديم والحديث. عايز اعمل بيوت للريف المصري من البيوت الطينيه. عايز اعمل مطاعم داخل القريه الريفيه، والاكل يكون عباره عن اكل اورجانيك. بتكلم على تربيه الحيوانات والمواشي. بتكلم هنا على الخيل العربي. يعني مثلا هقول الموضوع قريب من قرية سياحية ولا موضوع مختلف شوية؟ هو الموضوع عباره عن قريه سياحيه يا دكتوره. تمام. هنا انا ذاكر برضو الصناعه من الزبده الفلاحي وتطويرها مثل الماركات المشهوره العالميه والشركات العالميه مثل شركه المراعي للالبان والجبن والصناعات الدنماركيه. تمام تمام يا دكتوره. حضرتك اكيد عارف المشروع بتاعك، مش محتاج انك تألف في الورق. اكيد اتكلم باستفاضه عن مشروع حضرتك وحضرتك قدام الجمهور، واحكي لهم ايه مشروعك ووصلت للفكره دي ازاي، وكنت قاعد فين. زي هنقول زي زويل لما كان قاعد تحت الشجره وقعت عليه التفاحه، من هنا وصل لقانون الجاذبيه الارضيه، ولا حضرتك وصلت لمشروعك هو ازاي؟ انا عندي حنين للماضي وبتكلم عندي عشق للطبيعه. بكره كل حاجه تقدر تقولي كل ما هو تكنولوجي بأثر علينا بالسلب والطاقه السلبيه. اكيد طبعا. انا عايز ارجع للحنين للماضي، عايز اعيش في البيئه النظيفه، عايز كما ذكر الاستاذ الدكتور حسن فتحي، عنده شغف وحنين للماضي، عنده حب غير طبيعي وغير غير محدود مع الطبيعه. بيتكلم على البيوت الطينيه، في تجانس بينك وبين التربه. بتكلم على يكون اكل اورجانيك. بتكلم على حته اللهم صل على رسول الله، الحرف التراثيه في منتهى الابداع. مش على قد مصر بس، انا ممكن اعمل لها تصدير واعاده تشكيل واصدرها للخارج. اعمل على حاجه اسمها ممكن تجيب لي عمله صعبه. انا بتكلم على اللهم صل على رسول الله، سلام. حنين للماضي. هيبقى مشروع خدمي. ممكن المشروع ده حضرتك بتقول ان هو كمان ممكن يعالج البطاله. ده هيخدم حاجات كتير. انا هعوز عماله بلا نهايه يا دكتوره. ان شاء الله ان شاء الله في يعني تشغيل للعماله كل وظائفها وكل المهن بتاعتها. يعني واحده واحده كده، بدايه المشروع هتبقى بدايته ايه؟ انا ان شاء الله هتكلم اول حاجه على الزراعه الاورجانيك. انا تمام. اهم ما يشغلني الزراعه الاورجانيك. تمام. الزراعه الاورجانيك خاليه من الهرمونات والعناصر الثقيله والسرطانات. الزراعه العضويه. تمام. بتكلم على الصناعه دكتوره قائمه على المنتجات اللي هي هتقوم عليها الزراعه. يعني مثلا انا عندي حيوانات، فالحيوان هيتغذى على اورجانيك، فاذا هيبقى عندي البان خاليه من الهرمونات والصناعات والعناصر الثقيله. يبقى اذا في الحاله دي هيحصل في عندي صناعه البان. تمام. اللهم صل على رسول الله. هيبقى عندي في حاجه اسمها مثلا، انا عندي بتكلم على السكن الريفي اللي هو هيبقى شبه فندقي سياحي، سواء سايح عربي او اجنبي او حتى مصري. يعني المشروع بيخدم الجميع، مصريين وسياح وجميع انحاء الجمهوريه بالنسبه لاي الوطن العربي. تمام يا دكتوره سمر. تمام يا فندم. تمام. يعني دلوقتي الموضوع وصلنا له ان احنا موضوع زراعه، صناعه، سياحه يا دكتور. ايه اللي هيقدمه كمان؟ في حاجه كمان، انا عندي الخيل العربي الاصيل. يعني انت حضرتك الحصان الواحد يتعدى ثمنه من 100 او زياده. والنهارده الرئيس تفضل مشكورا من حوالي سنتين ثلاثه، كلف الاداره البيطريه للقوات المسلحه بعمل تقرير
اللهم صل على رسول الله، وتفعيل ومشاركه الاداره او نادي المزرعه بعمل دراسه جدوى لعمل مشروع كبير قوي في الخير العربي الاصيل. تمام. ده من ضمن المشروع دكتوره. انا ذاكر موضوع الحرف التراثيه كما تفضل رئيس الجمهوريه بعمل المهرجان او معرض الحرف التراثيه اللي هي كان من فتره في ارض المعارض بمدينه القاهره. ده بالنسبه للحرف التراثيه. يعني انا النهارده بتكلم على مشاريع، كل بند في المشروع مشروع لوحده يا دكتوره سمر. يعني انا من خلال حواري مع حضرتك عرفت برضو ان الموضوع هيخدم في علاج بعض الامراض الجلديه والامراض الجسديه. اللي بتكلم على العلاج يا دكتوره. النهارده انت لو كلت اورجانيك انت شبه بفضل الله مش هيبقى عندك امراض اساسا، وانت هتقاوم الامراض. ناهيك عن بعض الزراعات والنباتات الطبيه ان شاء الله يا دكتوره. هعوز فريق بحثي يبقى داخل القريه لعمل ابحاث من خلال القريه عشان يعمل لي ابحاث على المنتجات الطبيه دكتوره سمر، زي شركه سايكوم مثلا. تمام يا دكتوره. تمام. من خلال برضو القريه دلوقتي بنقول هي سحر وخيال. سحر وخيال الطبيعه الريفيه. السحر في ايه بقى؟ السحر انت عندك حنين للماضي. في برنامج داخل القريه اذا حصل نصيب وقدر الله العميل او السائح داخل القريه مسلوب الاراده او مسلوب الرؤيه، لان في برنامج داخل القريه الموبايل اللي هو خاص بيه هيتشال منه في الامانات، عشان كما تعلمون ان الموبايل والتكنولوجيا عامه بيأثر عليك بالطاقه السلبيه. فانت ان شاء الله في برنامج، في صحيان من بدري، في برنامج، في اعداد للبرنامج داخل القريه. في برامج رياضيه ذاكر الموضوع ده، ذاكر موضوع يا دكتوره سمر. لعبه العصايه. اتفاجئت ان لما دخلت على لعبه العصايه اتفاجئت ان منظمه اليونسكو العالميه ذاكره لعبه العصايه في 2016 او 2018. انا ذاكرها في المشروع. تمام. يعني ده توجيه كمان لدكتور يعني اشرف صبحي بيخدم الرياضه، ان في عندنا من ضمن مشروع الاستاذ علي العاب رياضيه مفيده جدا هتبقى داخل القريه. انا عايز اعمل احياء للتراث كله عامه، حنين الماضي، عبق التاريخ، تراثنا الجميل اللي ملوش زيه في العالم كله. واحنا عندنا وزير رياضه ما شاء الله عليه نشيط بطريقه خياليه. تمام يا فندم. مفعل الرياضه ومفعلها ومفعل الشباب. عايزه اقول لحضرتك يعني مجهوده بيشكر عليه بجد دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. تمام يا دكتور. عندنا مشروع يا دكتور جميل جدا مع استاذ علي بنناقشه، يا ريت يوصل لحضرتك ان شاء الله. استاذ علي ممكن برضو تكمل لنا ايه المشروع بيتكلم اكتر؟ حضرتك عامل دراسه كبيره قوي للموضوع. تمام يا فندم. هنا بتكلم على البرنامج الدكتوره وما اجمل اطعام الطيور وزراعه الزهور لكي يرتشق منها النحل الرحيق. التفاعل مع الطبيعه. بيعمل ايه التفاعل؟ بيبعث بالثقه بالنفس، الاستكشاف مع الطبيعه، الاحتكاك مع الطبيعه يؤدي الى التخفيف. سؤال حضرتك اللي انت تفضلتي سالتيني بيه قبل كده، الى التخفيف بشكل كبير من الاعراض التي يعانيها الاطفال من قصور الانتباه وفرط الحركه. عندنا فرط الحركه الفتره دي رهيبه من الاطفال. اهو يا فندم، اهو انا ذاكر الموضوع اهو يا فندم. تمام. طب ايه حضرتك اللي محتاجه عشان المشروع ده يقوم؟ انا عايز مستثمر عربي كبير، او ده مشروع دوله يا دكتوره. انا قابلت الدكتور عاطف منير الدكتور ممدوح وراب محافظ الشرقيه، وتفضل كلف المهندس محمد الصافي ان انا اقعد معاه واعرض عليه الموضوع. طلبوا مني 3 حاجات يا دكتوره سمر. اول حاجه ماكت ودراسه جدوى وداتا. سالت عليهم عشان اعملهم على حسابي الخاص. ليه الكلام ده؟ من حوالي 6 سنين يا دكتوره سمر، يكلف من 70,000 جنيه. فده انا بتكلم على ده مشروع دوله، يعني انا مش بتكلم على حاجه خاصه يعني حضرتك محتاج مهندس يقعد معاك يدرس الموضوع؟ والله يا فندم، هو الموضوع يا دكتوره سمر ده مشروع دوله، يعني تمام. الدوله هي المفروض ده حاجتها هي كمان، انا مش بجيب حاجه من عندي من نفسي. الحاجه الثانيه الاستاذ الدكتور في جامعه الزقازيق ورئيس وعنده بعض المشاريع الخاصه او المتوسطه على قده. شاف المشروع من خلال كان لقاء مع حزب حمايه الوطن في الزقازيق. قال لي ده مشروع في مينت يا دكتوره سمر، قال لي ده مشروع دوله او مشروع مستثمر عربي كبير. فلو في مستثمر عربي كبير الموضوع ما شاء الله لا قوه الا بالله بيزنس من الطراز الاول. تمام. طيب هيقدم خدمات كبيره قوي للدوله ولاي مستثمر يا دكتوره بفضل الله. يعني الموضوع في منتهى الخيال والابداع والبيزنس، يعني الموضوع مش رفاهيه يا دكتوره سمر. يعني هو هيقدم خير للبلد. يا فندم. يا دكتوره هيبقى ليه متطلعات كبيره جدا فيما بعد. هيبقى خدمي للشباب وخدمي للبيئه وخدمي للسياح
مشروع قومي خدمي، تمام نقدر يا نقول دكتور. عليه ان هو مشروع كبير الدكتور استاذ علي وقدر يوصل له. موضوع صناعة وزراعة وعلاج من الأمراض وموضوع سياحة. والحرف فيا ريت التراثيه نطلع للأستاذ علي عبد العزيز علي، ولو لقيت حد يتواصل معاه ويفهم منه فكرة المشروع ويتم تنفيذ المشروع على أرض الواقع. هو بيقول المشروع متاح إنه ممكن يتنفذ في أي دولة، ممكن ننفذه في المحافظة، ممكن عندنا هنا في الشرقية يتنفذ في أي مكان. تمام. على مستوى الجمهورية يتم دراسة الموضوع ويتم دراسة جدوى للمشروع ويتم تنفيذ المشروع، ويبقى حاجة أورجانيك قايمة هنا في بلدنا نقدر نفتخر بيها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني ما بيبخلش علينا بمشاريعه القومية اللي ما شاء الله عليه في التطويرات اللي شغال فيها في البلد. يبقى مشروع صغير زي ده نقدر نجنبه من ضمن مشروعاتنا، هنبقى وصلنا كده ان شاء الله للنجاح. احنا اصلا ناجحين ومصر ناجحه باهلها بالنماذج المشرفه اللي هي بتطلع بالمشاريع العظيمه دي. رساله حضرتك ايه حابب توجهها او حابب تطلب ايه يا استاذ علي؟ انا بس عايز كل الموضوع يا دكتوره سمر ان انا عايز المشروع ده يشوف الخير ويشوف الارض النور، يتنفذ على ارض الواقع. وده حلم يا دكتوره. وعايز اقول بس حاجه دكتوره سمر، ان المشروع مش على الورق، ان هو في كبت وفي يعني الموضوع عايز يترجم الى فعل، لان الورق شيء واللي في دماغي شيء كمان يا دكتوره سمر. تمام يا استاذ علي، اتشرفت جدا بحضرتك النهارده، وان شاء الله كل هيشاهد البرنامج هيتواصل مع الاستاذ علي، وان شاء الله الموضوع ما هو ورقي لا مش هيتركن في الدرج، هيتنفذ على ارض الواقع من خلال المستثمرين، من خلال اللي موجودين في الدوله، من خلال كل حد بيشجع بلده وعايز بلد تكبر. والرئيسنا اللي بيشجعنا الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي. يتم التواصل يا ريس مع الاستاذ علي عبد العزيز علي ويتم تنفيذ مشروع على ارض الواقع. وشكرا لكم اعزائي المشاهدين، وتابعونا في حلقات تانية كتير من حلقات حديث البلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.